السلام عليكم. أكلة العيد والأكلة اللي بتخلي اليوم العادي عيد هنعملها مع بعض النهاردة. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هنجاوب على السؤال اللي فات. السورة التي تعادل ثلث القرآن هي سورة الإخلاص. لو قلتها 3 مرات اللي هي قل هو الله أحد يبقى كده انت أكنك قريت القرآن كله. والنهاردة هنسأل سؤال جديد: كم عدد أجنحة سيدنا جبريل عليه السلام؟ اللي عارف الإجابة يكتب في الكومنتات. ويلا بينا نرجع لمرجوعنا. بسم الله. في حلة على النار هنحط بصلتين كبار كده متقطعين، ولما يتبلوا ننزل عليهم بالطماطم. مش هنصفيها يا جماعة، هننزل عليها بحوالي كده شفشق حلو كده من الطماطم، شفشق من الخلاط يعني. ولما يسبكوا معايا هنزل عليهم بملح وفلفل وكمون وكزبرة وشوية شطة كده حلوين. شطشطوا الدنيا يا جماعة عشان الدنيا تبقى حلوة معاكم. وهقلب البهارات بتاعي دي وانزل عليهم بالخضره المتقطعه دي اخر حاجه علشان ما تتبلش معايا، وهقلبه تمام. وانزل عليهم برز مغسول ومتصفي. واجيب الممبار بقى يا جماعه، ده اكله العيد والاكله اللي بتخلي اليوم العادي عيد. انا لما بلاقي الممبار بصراحه بزقطط كده. هجيب الممبار، طبعا انا غسلاه، انا جايباه منضفاه وغسلاه. ممكن انتوا تجيبوه متنضف جاهز. قطعته قطع بقى على قد الصابع بتاعي. وبالراحه كده شوفوني كده وانا بصوا ها. نفتح الواحده كده، نمسكها وبصبعي ده تك 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 تك. شايفين السرعه؟ لان في ناس ما بتعرفش تحشي الممبار، واللي بتجيب قمع، واللي مش عارفه بتعمل واللي تروح تاكله عند مامتها عشان ما بتحشوش. لا انت المره دي بقى احشيه واعملي لها مفاجاه وادي لها شويه حبيبه قلبي. شفتي؟ تاني هنفتح الصوابع بايدينا الاتنين، وننزل بالصابع التالت ندخل بقى الرز جوه. طبعا مش هملاه قوي، هضغط عليه، هوزع الرز كويس فيه، هخليه ممسوح كده لان الرز بيزيد. ولو انتي اول مره تشوفيني، انا اسمي مياده من محافظه الغربيه. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه اللي على اليوتيوب. انا بحبكم جدا، وعايزاكم تبقوا في ظهري كده علشان استمر معاكم ويوصلكم مني كل جديد. بس خلاص هنرجع بقى لوصفتنا. هنا بقى كنت خلاص خلصت كميه الممبار زي ما انت شايفه كده. في الحقيقه ان الممبار ده كان جميل جدا، ما فيهوش دهن من بره وفرط معايا. ده كان نص كيلو بس. في حلة على النار فيها مية مغلية احط ورقتين لورا وشوية ملح، واحط شوية صغيرين كده من النعناع بيديله ريحة حلوة قوي، ده نعناع ناشف. وطبعا هو الممبار مغسول ونضيف جدا، بس يعني تأكيدا لو كان في سنة زفارة، بس هو بالأمانة كان نضيف جدا. النعناع ده بيخلي ريحته جميلة، ما بتبانش قوي بس بتخلي ريحته حلوة. انا ما بتبلش غير بملح لان انا ظابطه الرز بتاعي بالتوابل بتاعه. ولما يغلي معايا هوطي النار عليه، هيقعد ساعه الا ربع على النار ويطلع معايا زي ما انتم شايفين كده الصابع صغنطوط كده وجميل. وطبعا ما فرقعش مني لاني موطيه النار. حمره في طاسه على النار فيها زيت، وانا هقلبه بقى كده يعني لما ياخد لون على الناحيتين وهشيله. الممبار يعني كرشه، بالنسبه لي الممبار يعني كرشه. كنت عامله كرشه وممبار. لو عايزين طريقه الكرشه دي زي بتاع المصمت بالظبط اكتبوا له في الكومنتات، وانا ان شاء الله انزل لكم الفيديو. وما تنسوش تدعموني، واشوفكم بخير. مع السلامه.